keyboard. صباح او مساء الخير على اي حد بيتابع All for Blind. انا مصطفى محمود، ودي سلسلة جديدة من سلاسلنا اللي بنهدف فيها لتعليم الكمبيوتر. الكمبيوتر مليان اختصارات واللي بتسهل علينا استخدامه، وبدل ما نعمل الحاجة في 3 دقايق ممكن نعملها في 5 ثواني. وهنبدأ بشوية اختصارات اكيد هتسهل عليك استخدام الكمبيوتر. اول ما بنفتح الكمبيوتر بنحتاج ان احنا نروح للديسكتوب، وهو المكان اللي بيكون فيه الايقونات بتاعتي زي مثلا This PC، الريسايكل بين وهكذا. وعشان اروح للديسكتوب ممكن اروح له بطريقتين، يا اما بويندوز ام Windows M Desktop List. يا اما بويندوز دي Windows D Desktop List. لو عايز اوصل لاي ملف من الملفات بتاعتي اللي موجودة على الكمبيوتر هحتاج ان انا اروح لمستكشف الملفات، وهو بالانجليزي اللي هو فايل اكسبلورر. وعشان اروح له ممكن ادوس على ويندوز اي. This PC File Explorer. عشان اخش الاعدادات الجهاز محتاج ادوس على ويندوز اي. Settings window. Search box. Find a setting, edit blank. لو انا فاتح اكتر من شاشة عندي وعايز اتحرك ما بينهم هحتاج ادوس على الت تاب. This PC Free PC Audio Recorder 3 of 6 MP3 Recorder. لكن لو انا عندي شاشة واحدة وفيها اكتر من تبويبة فاكيد كنترول تاب هو هيكون الاختيار الانسب. Control Tab. لو انت بصيت على اول صف يقابلك في الكيبورد فهتلاقي فيه مفاتيح مهمة جدا جدا جدا. عندك مثلا الاسكيب، وده بستخدمه عشان اقفل ديالوج، اقفل قائمة وهكذا. جنبه بقى عندي F1، وده غالبا بيطلع لي ملف المساعدة اللي هو ازاي استخدم البرنامج اللي انا واقف عليه. بس خلي بالك ده مش دايما. Windows Help and Support. اما بقى لو دوست على F2 هتقدر تغير اسم الملف اللي انت واقف عليه. Rename. F3 وانت واقف الفايل اكسبلورر اللي احنا وصلنا لها بالويندوز اي. F3 هنا بيخليك تبحث في الفايل اكسبلورر. Search this PC edit. F4 لوحدها ممكن ما تكونش مهمة ليك قوي، بس لو دوست معاها الالت هيقفل لك الشاشة اللي انت واقف عليها. Alt F4. F5 هيعمل لك اعادة تنشيط للشاشة اللي انت واقف عليها. سيبك بقى من F6 و7 و8 و9 و10. المهم عندنا F11. F11 هيكبر لك الشاشة اللي انت واقف فيها. طبعا ده ما بيكونش ليه تأثير كبير قوي بالنسبة لقراءات الشاشة، لكن للشخص المبصر اكيد هيكون فارق جدا. لو انت عايز تنسخ ملف هتدوس على كنترول سي، ولو انت عايز تنقله خالص هتدوس كنترول اكس. ايا كان نويت تعمل نسخ كنترول سي او نقل كنترول اكس فانت هتحتاج تحط الملف في مكان معين. هنا هيجي دور الكنترول في. Pasted. لو انت عملت حاجة وقررت انك ترجع في كلامك وخلاص ما بقتش عايز تعملها اكيد كنترول زد هيكون هو الحل، لان الكنترول زد بيعمل حاجة اسمها Undo. وانت واقف في اي حتة في الجهاز لو دوست على كنترول شيفت ان هيعمل لك فولدر جديد. New folder. لو انت واقف على ملف ودوست الت انتر هيجيب لك الخصائص بتاعته. System C Properties Dialog. واخيرا احنا عارفين ان احنا لو عايزين نمسح ملف طبيعي هندوس على الديليت، بس الطريقة دي هتودي لك الفايل في الريسايكل بين، بمعنى انك ممكن تقدر ترجع الفايل تاني. اما لو دوست على شيفت وديليت فانت كده بتقول للجهاز انا مش عايز الملف خالص. Delete file dialog. Are you sure you want to permanently delete this file? واخيرا الكمبيوتر مليان اختصارات كتير جدا ومش هنقدر ان احنا نلمها في فيديو واحد، ولكن المرة دي احنا حاولنا ان احنا نتعلم اهم الاختصارات. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك ليه وتعمل شير عشان الكل يستفاد. ولو انت لسه مش معانا على الصفحة او على قناة اليوتيوب اكيد هنكون مبسوطين ان انت تنورنا هناك. كان معاكم مصطفى محمود واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.